صيف معروفة، ساحل واسكندرية والشتاء وأجواء معروفة. وبحر. الشتاء، قول شتاء كده، قول شتاء. أقصر أسوان. انا كنت بقول لك قول شتاء عشان انا اقول اقصر واسوان. شتاء. اقصر واسوان. وشرم أظن. لا شرم لا. شوية شرم غردقة شوية. هتبقى بس المهم يعني الأقصر وأسوان في شويتين. المقدمة جدا. هي. علشان كده هنتكلم عن حلول الموسم الشتوي الجديد، وتحديدا يعني في منطقة الصعيد اللي بتمثل أو بنشوف فيها تدفق سياحي كبير في موسم الشتاء. بتمثل برضو بادرة خير بتنعش القطاع السياحي بشكل عام، وتحديدا في الأقصر وأسوان، واستعدادات المحافظات للموسم الجديد وخدمة الأفواج السياحية بتنفيذ أعمال مشروعات تطوير في بعض الميادين. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده، ونرحب هاتفيا بالباشمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، معانا على التليفون. أهلا بيك يا فندم، وصباحك زي الفل. صباح الخير يا فندم، منورنا والله. صباح الخير. ده نورك نور يا فندم، حضرتك صباحك والله. زي الفل. الله أخبار يخليك. حضرتك إيه؟ كله حلو؟ والله تمام الحمد لله. يا رب دايما. اكيد عايزين نتكلم مع حضرتك عن استعدادات محافظه الاقصر لاستقبال الافواج السياحيه اللي هتزور المحافظه الفتره اللي جايه. وزي ما احنا متعودين الشتاء دايما بيبقى الاقصر واسوان يعني ايه، مقصد لكل السياح سواء المصريين او من في قائمة خارج المزارات. بالظبط. يعني بشكركم على المقدمه الجميله. طبعا والشتاء طبعا يبقى الاقصر واسوان على طول. بالظبط كده. فاحنا منتظرين السياح والموسم بدأ، مم. واحنا عملنا استعدادات جميله جدا. يهمنا في الاول راحه السائح اللي بيجي الاقصر، يتمتع باثارها، بنيلها، بشمسها، بجمالها، بكل المزارات اللي موجوده فيها من معابد ووادي الملكات وادي الملوك. فاحنا بصراحه بنستعد للموسم ده، لانه بيبقى اهل خير على اهل الاقصر واهل اسوان برضه، بيبقى وش سعاده عليهم وخير في الرزق وفي كل حاجه. يا رب بإذن دايما باذن الله. احنا بنعمل استعدادات جميله جدا. طبعا الهويه البصريه للاقصر لازم نحافظ على النظافه بتاعتها والهويه بتاعتها، ولازم سلوك المواطن وسلوك سائق الحنطور وسائق التاكسي، كل توعيات اديناها للناس عشان يظهر بمظهر مشرف قدام السائح. تمام. طبعا كان الحنطور ده اثر من اثار الاقصر، ده في حقيقي. مشكله معاه الرواص والمشاكل اللي عنده، فالحمد لله نجحنا بنسبه كبيره جدا في تركيب حفاضات لكل عربيات الحنطور، ودي كانت ليها ثناء من السياح قبل المواطنين. جميل. بنستعد بسلوك بالامن والامان في الشارع والكورنيش. طبعا احنا افتتحنا الكورنيش في البر الغربي بيوازي الكورنيش اللي في البر الشرقي، ده افتتحناه السنه دي عشان السائحين. ده وجهه مشرفه للبر الغربي، بحيث اللي بيعدي في النيل بيعدي بالمركب بيلاقي الكلام ده. بنهتم مع السياحه والاثار باللجان المتخصصه من الطب البيطري ومن مديريه الصحه والوقايه، عشان نحافظ على جوده الحياه جوه المراكب وجوه الفنادق الثابته. فانا بطمنكم من النهارده نسبه الاشغال في المراكب النهارده وفي الكروز وصلت 98%. ما شاء الله. بدايه كويسه، وان شاء الله هنكمل. وبنحب نقول خبر لاهل جنوبنا في اسنا. احنا بدانا في الكورنيش بتاعهم، والسنه ان شاء الله على الشتاء الجاي نفتتحه، يبقى في كورنيش في اسنا عشان نطور السياحه في جنوب الاقصر في اسنا ان شاء الله. طيب عايزه بقى حضرتك تكلمني على مدينه الاقصر باعتبارها انها عاصمه الحضاره الفرعونيه في مصر، وفيها اماكن كتير طبعا السياح بتحب انها تزورها. فعايزين بقى تقول لنا ايه ابرز الاماكن اللي ممكن السياح يتوجهوا ليها، وايه ابرز المزارات اللي حصل لها تطوير الفتره اللي فاتت. طبعا انت بتتكلمي في عاصمه الحضاره الفرعونيه والثقافه الفرعونيه. ده حقيقي. احنا النهارده اهم الاماكن اللي يمكن حد يزورها معبد الكرنك، معبد الاقصر. الطريق الواصل بينهم بطول 2.7 كيلومتر طريق كباش. دي اهم المعالم في البر الشرقي. تمام. البر الغربي بقى اما نعدي هنلاقي وادي الملوك، كل مقابر الملوك بتوع الاسره الحاكمه في العصر الفرعوني القديم والحديث موجودين في وادي الملوك، كل المقابر هناك. في وادي الملكات، في معبد الدير البحري او حتشبسوت، في معبد هابو، في معبد الرمسيوم. في كل دي معابد في البر الغربي بالمقابر، حاجات تسري النفس بالاثار المصريه والحضاره المصريه القديمه. تمام. طيب اخيرا يا فندم، هل في تعاون بشكل مباشر بين المحافظه مع المرشدين السياحيين تحديدا بالاقصر لتسهيل مهمتهم في الفتره المقبله باذن الله؟ احنا في غرفه المنشات السياحيه والغرفه ووزاره السياحه موجوده والاثار، وفي اجتماعات شبه دوريه عشان يبقى في تعاون كامل بين المرشدين السياحيين وشركات السياحه بالمحافظه بالسياحه بالاثار. كل ده بيتم تنظيمه. وفي خبر كويس هنقوله، هنعمل العيد القومي للاقصر ان شاء الله في 14/12 القادم،
وهنعمله في معبد ساحه معبد الاقصر. يبقى في عرض للموسيقى العربيه والتاريخ في ساحه المعبد. في بالنهار على الكورنيش هيبقى اصطفاف، هيبقى في يوم جميل قوي ان شاء الله. هيبقى ان شاء الله في العيد القومي الاقصر ان شاء الله. ممكن بإذن نتشرف الله. ونيجي نحضر اليوم ده يا فندم؟ فندم ندعيكم يا فندم، ندعيكم على نعتبرها دعوة دلوقتي. تشرفوا يا فندم. احنا اللي نتشرف شكرا والله. جدا. المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، بنشكرك جدا لوجودك معانا في حلو صباح. شكرا جدا. نورتنا وشرفتنا يا فندم، صباحك زي شكراً يا الفل. فندم. شكرا جزيلا، مع الف سلامه. نسبه الاشغال دلوقتي ما شاء الله في المراكب يعني تحديدا 98%، وانا ايه انا عايز اروح، نسبة كبيرة جدا. انا عايز اروح. احنا خدنا دعوة. فانا لا انا مش دي مستني دعوة، أنا ال مسكت 2% في الدعوة. اللي فاضلين دول بصراحه انا متارجت عليهم، فاتمنى ان انا الاقي مكان يعني واعرف اطلع في الشتاء باذن الله. بإذن الله.